أيتمادي ستما، إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله. كنرحبوا بكم من جديد باش تبقوا معنا هذه الحلقة هذه اللي اليوم قررنا باش نخصوها الاحتجاجات اللي عرفتها مدينة الحسيمة هذه الأيام هذه. أكيد أننا ما غاديش نختلفوا على حق المطالبة ديال هاد المواطنين بإصلاحات في المدينة ديالهم أو في الجهة اللي كينتميو ليها. هذا من طبيعة الحال. هذه الاحتجاجات كضمنها جميع المواثيق الدولية وكيضمنها الدستور ديال المغرب من طبيعة الحال، وكنتعاطفوا وكنتضامنوا كذلك مع إخواننا سواء في الحسيمة أو في أماكن أخرى للمطالبة بحقوقهم المشروعة. لكن ما يمكن لنا شيء نهائيا أننا نتجاوزوا يعني التصريحات اللامسؤولة للمسمى الزفسافي. هذا الشاب هذا اللي في نظري أنايا غادي يورط يعني هذه المدينه ويورط الساكنه ديالها يعني في اشياء لا تحمد عقباها، ولا قدر الله يعني كنتمناو انها ما تكونش هكذا، لان خصوصا يعني التصريحات يعني الخطيره اللي كيدعي فيها للعنصريه يعني بطريقه مباشره من خلال التصريح ديالو اللي كيقول بان الاستعمار الاسباني ارحم من الاستعمار العربي. في هذه الجمله وحدها كاينين جوج ديال الحوايج. كاين انه يعني كيشجع او لا كيدعي العنصريه ما بين الامازيغ وما بين العرب، وهذا يعني تصريح خطير اللي كيمس جميع المواطنين المغاربه سواء كانوا امازيغ او صحراويين او عرب. فهذا يعني ما يمكن لنا الا اننا نجذب مثل هذه التصريحات اللامسؤوله لهذا الشخص، لان اللي كيدعي العنصريه يعني بمثل هذه التصريحات هادو كيبين هذوك يعني بحال اللي كيوضع واحد الكتله ضد الاخرى الانتماء العرقي ديالها، فهذه كتسمى عنصريه، ما عندهاش شي سميه اخرى، هذه سميتها عنصريه. ثم المعطى الثاني في نفس الجمله هو ان يعني يعتبر او يتهم يعني المغرب على انه مستعمر لاراضيه. هذا يعني كلام خطير وخارج على هذاك السياق ديال المطالبه بالحقوق وبمزيد من الاصلاحات في المدينه ديالهم او في الجهه اللي كينتميو ليها. اذا هذا كيكون بهذا الشيء اللي قال يعني كيكون ورط يعني الساكنه ديال مدينه الحسيمه نفسها، ورط المطالب ديالها، ووضع يعني في واحد الزاويه اللي ماشي مزيانه، ما بغيتش نسميها ماشي مزيانه، لان مثل هذه التصريحات هذه اللي ماشي مسؤوله الشخص يعني كيظهر بانه يعني فاقد يعني دوك الميكانيزمات اللي يمكن تاهلوا انه يكون كسياسي او كمناضل او كحقوقي، ان ما كايناش، لان هذا التصريح وحده اللي يعني كيطعن فيه يعني في الصميم ديال ديك الحرمه ديالنا كمغاربه كاملين، اننا نعتبروا اراضينا يعني مستعمرها شي حد اخر، حاشا ولله باش غادي تكون يعني هذه المنطقه هذه مستعمره، بل هي اراضي مغربيه يعني منذ قرون، وهذا لا يناقش. ثم ان يمكن لنا نطرح عده تساؤلات، لان تبعت وسائل الاعلام المكتوبه والمرئيه وكذلك يعني مواقع التواصل الاجتماعي اللي كيناقشوا فيها الناس هذا الحراك او هذه الاحتجاجات. فاكيد اننا من خلال هذه التصريحات وتصريحات اخرى اللي غادي نتكلم عليها فيما بعد كيظهر على ان هذا الشخص هذا كاينين جوج ديال الحوايج: يا اما خدام شي اجنده يعني خارجيه، وهذا ما بغيتش نقولوا باش غادي نغلطوا نقولوا، انا قلت في البدايه باننا مع المواطنين بمدينه الحسيمه او في مدن اخرى للمطالبه بحقوقهم وتحسين الوضعيه ديالهم، هذه ما فيها شيء، ما فيها حتى شي حاجه. لكن ملي واحد الشخص يعني كيطالب او اشخاص كيطالبوا بواحد المساله ثم كيدخلوا يعني مساله ديال السياده ديال الوطن وكيوضعوها يعني رهن المزايده، فهذا يعني كيبين يعني النوايا الخبيثه ديالهم. ثم رفع اعلام لا علاقه لها بالعلم الوطني او بالعلم اللي كيجمعنا كاملين كمغاربه امازيغ وعرب وصحراويين والقبائل الاخرى اللي كيتكون منها المغرب او العرقيه الاخرى اللي كيتكون منهم المغرب. هذا يعني كيوضع يعني الكثير من التساؤلات حول هذا الشخص ولصالح من يشتغل، لان المطالبه بالحق
والمطالبه بالاصلاحات والاطالبه يعني ببناء يعني مستشفيات، بناء طرق والبنيه التحتيه، هذا حق المواطنين ماشي غير في الحسيمه، ما في جميع المناطق ديال المغرب، بل في العالم كامل، انهم من حق يعني اي الساكنه انها تطالب بهذا الحق ديالها. لكن الا جينا نشوفوا يعني الطريقه باش تكلم وكي يعني كيدعو فيها العنصريه، لان هذه عنصريه ملي كتوضع يعني نفسك يعني في واحد، كتنتمي لواحد الانتماء والاخرين يعني عروبيه او ما عرفت شنو هو، فانسى او تناسى او بغى ينسي على ان الحكومه المغربيه او المؤسسات المغربيه كلها فيها امازيغ وفيها عرب وفيها صحراوه وفيها جباله وفيها من جميع المناطق ديال المغرب. دونك ما عندنا شي حاجه سميتها الحكم العروبي او الحكم الامازيغي او الحكم كذا، فكاينه حكومه واحده، حكومه مغربيه، رئيس الحكومه امازيغي اليوم، العثماني امازيغي مثلا، وكاينين بزاف ديال الاسماء اللي هما من الامازيغ ومن اللي من الريف ومن اللي من يعني الامازيغ من طبيعه الحال راه ريفه هما امازيغ، يعني من جميع المناطق ديال المغرب ومن الصحراء ومن الوسط ومن الجنوب الى اخره. فهذا ما غاديش يعني يغلطنا بهذه التصريحات اللا مسؤوله، لان الشخص اللي غادي يقود واحد النضال كنظن بان خصو توفر فيه واحد المعايير، من بينها ان بعدا يعرف يوزن كلامه ويعرف اشنو كيخرج من فمه ويعرف اشنو باغي بالضبط، لان من خلال هذا الكلام والكلام الاخر اللي وصف فيه يعني رجال الامن او بعض رجال الامن يعني بالزنادقه وبتسميات يعني كتقيس بالحرمه ديالهم كاشخاص كمواطنين قبل ما كتقيس بهم كمسؤولين في اداره معينه. حنا من طبيعه الحال ما كنقولوا شيء بان هذوك الاداريين سواء كانوا في الامن او كيقوموا بشي مهام معين انهم ما يتحاسبوا شيء الا كانوا ارتكبوا شي حاجه اللي هي ضد القانون او ما كتخدمش المصالح ديال المواطن. ما كنقولوش بانهم ما نحتجوش عليهم الا كانوا انهم ما احترموش القانون، لان القانون فوق الجميع سواء كان مسؤول كما بغى يكون النوع ديالو او كان مواطن بسيط. لكن ان هذا السي الزفسافي ان يسمي المواطن يعني الاشخاص يعني في الامن او في ادارات عموميه او اي مواطن كما بغى يكون باسماء او بتسميات يعني كتقيس الحرمه ديالهم وكتقيس الكرامه ديالهم، هذا يعني تجاوز خطير وخطير جدا اللي من طبيعه الحال كيعاقب عليه القانون كيف ما بغات تكون المرتبه ديال هذا الشخص اللي تضر او اللي تسمى بشي تسميه من غير الاسم ديالو. هاد الامور كلها اللي تكلمنا عليها بانه يوصف يعني بان كاين استعمار عروبي ما بين المزدوجين، يعني الاستعمار المغربي لاراضي اللي هي اراضي ديالو يعني على مدى قرون، يعني ملي المغرب تاسس فدائما كانوا هذه المناطق تابعين دائما كانوا مغاربه من طبيعه الحال، هذا ما فيهاش الشك وما محتاجش نناقشوها. انه يوصفهم ويحاول يغلط الراي العام ويغلط الناس ويحرض الناس ديال المنطقه اللي ربما كاينين الناس اللي ما عارفينش زعما ما عارفينش هاد الحقائق ديال يفكروا شويه بدماغهم ويعرفوا اشنو كاين وشنو باغيين. راه فرق ما بين انك تطالب باصلاحات وفرق ما بين انك تضرب في الصميم ديال المغرب. ملي كنقول ديال المغرب ماشي ديال المغرب ديال المخزن كما كتقول انت اولا ديال فلان، ديال المغاربه كاملين، لان انت ما انت الا واحد من 40 مليون، ماشي من حقك انت اللي غادي تقول هذه المنطقه مستعمره او لا هذه المنطقه. التاريخ ديال المغرب كلنا كنعرفوه، كبير وصغير، اللي قاري واللي ما قاريش كيعرف المغرب فين كيبدا وفين كينتهي. اذا هنا كيمكن لنا اننا نحلوا واحد القوس ونطرحوا اسئله كثيره، وكل واحد من طبيعه الحال غادي يناقشها من الجانب اللي كيشوف، لان شخص اللي كيتكلم بهذه الطريقه هذه كاين جوج ديال الحوايج، يا اما انه اصلا يعني فاقد للمعرفه، فاقد للاليات اللي كتاهلوا انه يكون يعني مناضل او يكون حقوقي او يكون جمعوي او يكون سياسي، لان ما عرفش شنو كيقول، او لا كيخدم لشي اجنده او اجنده ديال شي جهه معاديه للمغرب. وملي كنقول للمغرب يعني للمغاربه، وهذا من طبيعه الحال ما يمكن لناش نهائيا كمغاربه اننا نقبلوه سواء كنا في الداخل او في الخارج. اذا تصريحات من هذا النوع هذا كتضر اولا وكتورط
يعني المواطنين اللي هما مسالمين وكيطالبوا بحقهم المشروع، وكتخلق واحد النوع ديال العنصريه بطريقه مباشره او غير مباشره مع باقي يعني السكان ديال المغرب. وهذا كيتعتبر يعني شيء خطير وخطير جدا اننا نسمعوا بحال هذه التصريحات هذه. والغريب في الامر ان الناس اللي هما يعني كيساندوا او لا كيقولوا حنا ماشي ضده انه يقود الحراك او لا يكون واحد من المتزعمين ديال هذيك المسيره او من دوك المطالب، لا، انه يتكلم بهذه الطريقه هذه اللي كيوصف فيها المغرب بالمستعمر، وان كيسب فيه ناس انا كنعتبرهم مواطنين بغض النظر على الصفات اللي كيحملوها في الدوله او في الامن. هذا بالنسبه لي انسان يعني غير حضاري، فبالتالي ما يمكن له شيء يعني انه يكون الشخص اللي يمكن يكون قدوه للمواطنين ديال الجهه والمدينه ديال الحسيمه والجهه كامله اللي كنعرفوا الناس ديالها وكنعرفوا الاخلاق ديالهم وكنعرفوا الناس اللي هما مربين ماشي بهذا الاسلوب وبهذه الوقاحه اللي كيقيس فيها الكرامه وكيقيس فيها المواطنين المغاربه في الشمال وفي الجنوب وفي الوسط. اذا انا بغيت نشير لهاد النقط يعني فيما يخص هاد المسيرات او هاد الاحتجاجات هادو اللي تكلم فيهم هاد السيد يعني واحتقر فيها يعني المواطنين المغاربه الاخرين، وورط فيه كذلك المطالب ديال الساكنه ديال مدينه الحسيمه. لان للاسف الشديد ان يعني حتى هاد المطالب هذه تطورت يعني عبر مراحل لدرجه ان ما بقيناش يعني او ما بينش اصلا اشنو باغيين هاد الناس من غير هذيك الامور اللي يتكلموا عليها المستشفيات وكذا. يعني الاحتجاجات بدات بعد ما وقعت وبعد ما وقع الحادث المأساوي اللي كان ضحيه ديالو مواطن مغربي كان اللي كان كيبيع السمك اللي توفى. وفي هذيك الظروف يعني اللي كلنا يعني احتجينا ورفضناها على انه يتعامل مواطن، رغم انني ما بغيتش نفتح هذا القوس لان فيه الكثير ما يتقال. على كل حال على اننا نحتجوا كمواطنين هذا حقنا من طبيعه الحال، لكن اننا نوصفوا ونشكوا في المصداقيه ديال بلادنا ونشكوا في الحدود ديال بلادنا ونتجاهلوا العلم الوطني ديال بلادنا، هذه ما يمكن لنا نسميوها انها خيانه عظمى، وماشي خيانه للوطن فقط بل خيانه للمواطن كذلك، وخيانه لدماء اجدادنا واجدادكم والناس اللي توفوا واللي ماتوا من اجل هذاك الوطن. ملي كنقول من اجل هذاك الوطن ما كنقولش من اجل هذيك المنطقه او من المنطقه الاخرى، لاننا وطن واحد من شمال المغرب الى جنوبه. اذا نتمنى ان المواطنين ديالنا يكونوا يعني اكيد اننا ما عندناش شك انهم يناقشوا هذا الموضوع هذا من الزوايا ديالو المتعدده ويطرحوا التساؤلات من طبيعه الحال ويقلبوا يعني على الاجوبه اللي كنخدموا فيها شويه ديال غير شويه ديال الدماغ ماشي بزاف. لان هاد التصريحات هادو تصريحات يدعو فيها يعني للعنصريه. ان ملي كيقول لك يعني العروبيه الاستعمار العروبي يعني استعمار من او استعمار المغربي لمن الامازيغ. كلنا امازيغ، انا شخصيا امازيغي وماشي انا بوحدي. فالحمد لله في المغرب اللي كيتكون من يعني من امازيغ ومن صحراويين ومن جباله ومن العرب ومن جميع الفئات ديال المجتمع المغربي. المطالبه بالحقوق او المطالبه بالاصلاحات وبالمزيد من الاصلاحات هذا يعني حق المواطنين المغاربه ليس في الحسيمه فقط بل في جميع مناطق ديال المغرب، لكن شرطت ان تحترم فيها يعني شرائح ديال المجتمع المغربي وتحترم فيها يعني الوحده الترابيه ديال بلادنا اللي ما خصناش نقيسوا فيها كما بغى يكون الحال. لان في جميع دول العالم كتكون المطالبه بالحقوق ديال المواطنين، لكن حتى شي واحد ما كيتجرأ ان يقيس بالعالم ديال الوطن او بالرموز ديال الوطن او بالوحده ديال الوحده الترابيه ديال البلاد. اذا انا غادي نوقف معكم هنايا، وممكن ان شاء الله اننا نستمروا في الحوار ونستمروا كذلك في مناقشه هذا الموضوع في حلقه اخرى.
إذا إلى ذلك الحين أول المردادي يحييكم، وإلى اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله.